سيف الفيديو ده عشان أكيد هتحتاجوه رمضان. هنعمل تتبيلتين أحلى من بعض. أول واحدة فيهم هي التندوري. أحلى قطعية تستخدموها فيها هي الوراك. هتشيلوا الجلد من عليها بالشكل ده وتعملوا فيها فتحات بالسكينة عشان التتبيلة توصل لجوه. هنحتاج للثوم فريش وجنزبيل فريش نفرمهم ونتبل بيهم الفراخ بتاعتنا وننزل عليهم بعصير الليمون، والبهارات هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. هنحتاج لزبادي وكمان صلصة طماطم عشان تاخدوا اللون الحلو الأحمر اللي بتشوفوه. وهحطها بقى بعد ما اتبلها واظبط ملحها في الاكياس بتاعتي وادخلها على التلاجة ليلة كاملة عشان تاخد الطعم، وبعد كده هدخلها على الفريزر من تحضيرات رمضان. تاني تتبيلة وهي الزعتر الأخضر. هنحتاج بصل مفروم خشن وزعتر وكمان شوية بهارات وملح هكتبها لكم بالتفصيل وعصير الليمون وشوية زيت زيتون. نفرك التتبيلة دي كلها كويس قوي لحد ما نطلع كل النكهات اللي فيها، وبعد كده نتبل بيها الفراخ. وبرضو استخدمت فيها قطعية الأوراق، بس ممكن تستخدموا أي قطعية انتوا عاوزينها أو فرخة كاملة. وبرضو هندخلها على التلاجة ليلة كاملة عشان تشرب الطعم والتتبيلة كويس، وبعد كده على الفريزر وبس كده.